جربت قبل كده تضيفي السمنة على المية والسكر؟ طب تعالي جربيهم وقولي لي ايه رأيك، هتعجبك جدا. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ في المقادير بتاعتنا. اول حاجة عندي نص كيلو من سميد البسبوسة الناعم. تقدري يعني لو هتعيريه بالكوباية يبقى 3 كوبايات من مجات الشاي. هنزل عليهم ب3 معالق كبار من جوز الهند، ناعم او خشن مش هتفرق قوي. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الدقيق بالشكل ده كده. هقلب بقى كل المكونات دي، وطبعا رشه خفيفه من الملح ده اساسي معايا. هقلب كل المكونات مع بعض بحيث ان هي تختلط حلوه قوي بالشكل ده. بعد كده هجيب الطاسه بتاعتي وهنزل فيها بكوبايه الا ربع من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. وهنزل عليهم كمان بكوبايه الا ربع من الميه. وهنزل كمان بكوبايه الا ربع من السمنه. وعندي بقى كمان هنا معلش الفيديو ما صورتهاش، معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز هيبقى معلقتين كبار او ربع كوبايه من الشربات التقيل او العسل الابيض. هقلب كل المكونات حلو على نار هاديه بحيث تفك بس معايا ما تبقاش سخنه، تبقى بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بالمكونات دي كلها على الخليط بتاعي اللي هو عباره عن نص كيلو دقيق بسبوسه، دقيق سمين، ومع 3 معالق من جوز الهند ومعلقه من الدقيق. بقلب بالمعلقه يا دوبك بس كل المكونات تختلط مع بعض. انا ما بعجنش خالص، تعجنيش البسبوسه بتاعتك عشان ما تعضمش منك وتطلع مش كويسه. اول حاجه بقى، دي اول حاجه يعني تخلي بالك منها. تاني حاجه هتجيبي الصينيه بتاعتك تدينيها حلوه قوي بايه، معلقه سمنه بلدي كده. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي بالشكل ده، هسويه في الصينيه عندي، واكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه على درجه حراره 180. بتاخد معايا حوالي من 30 ل 35 دقيقه في الفرن. وهي بقى في الفرن قربت تستوي كده، هبدا اعمل الشربات. انا عايزه الشربات عندي يكون سخن. انا استخدمت كوبايه وربع سكر وكوبايه وربع ميه وعصير نص ليمونه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، يعني سهل جدا. برفعه على النار يقعد من 5 دقايق، اول ما يغلي بهدي عليه 5 دقايق وبعد كده اطفي عليه. بحط له بقى كمان ايه، عندي معلقه كبيره من السمن البلدي. السمن البلدي ده بودي البسبوسه في حته تانية. عايزه تاكلي بسبوسه حلوه يبقى سمن بلدي. ده الشربات بتاعي بعد ما خلص. الشربات سخن والبسبوسه لسه طالعه من الفرن سخنه، انزل بالاتنين على بعض. اول ما تلاقيها بتشكشك كده معاكي وبتشرب الشربات كده بسبوستك ناجحه وعشرة على 10. اول ما تشرب معايا الشربات بغطيها واسيبها عندي ساعتين 3 4. انا دخلتها التلاجة، حطيتها بستريتش راب بعد ما بردت خالص ودخلتها التلاجة. عندي التقديم بقى، جيت شلت الغطا اللي انا كنت مغطياها بيه وقطعتها وقدمتها بالشكل ده. ايه رأيك بقى؟ بسبوسة لونها من فوق زي لونها من تحت، متماسكة معاكي، مرملة، طعمها وريحتها كانت عاملة قلبان. احلى بسبوسة بجد، هتجربيها. مستنية رأيك في التعليقات.